مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. إدارة الإقليم الجنوبي تقيم برامجها المنفذة، وتقييم أنشطة الجبهة في القاشبركة، وزيارة طلاب الأوسط لمواقع التنمية. وعلى الصعيد العالمي، قتلى في هجوم على كنيسة بباكستان، وعشرات القتلى في حوادث انزلاق للتربة في الفلبين، و3 رواد فضاء ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية. من العناوين إلى التفاصيل. أكدت إدارة الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 12 و13 من الشهر الحالي عن تحقيق إنجازات كبيرة في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والتنمية الزراعية. ووفق التقارير المقدمة، فقد تم تنفيذ العديد من الأعمال في مجال البنى التحتية الزراعية والمؤسسات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى غيرها من برامج التنمية العمرانية بكلفة تقدر بأكثر من 20 مليون نخفة، فضلا عن إنجاز أعمالا كبيرة في مجال صيانة 135 كيلومترا في خط أسمرة صنعفي المسفلت، و318 كيلومتر في خط دق قمحاري ترى إمني، ودق قمحاري أرونا وإمن حيلي عدي تفاناتو، بالإضافة إلى خط دقرقيش وميمنة. كما ذكرت التقارير عن صيانة سدود عرزة وعنا فرعون وبركيتو، وتسيير أنشطة تنموية فعالة بالتنسيق بين الطلاب والمواطنين وقوات الدفاع في مجال حفظ المياه والتربة، وأشير إلى أن تدني برامج تنمية المراعي أثر سلبا على منتجات علف الحيوان وإنتاج الألبان. وأوضحت التقارير بأن الجهود الجارية لتعزيز السياحة المحلية والتعرف على الموارد ظلت تحقق نتائج جيدة، كما أن الخبراء يقومون بدراسات وأبحاث لاستغلال الثروات الثقافية والأثرية، والعمل جاري لتنشئة رياضيي ألعاب القوى. بدورهم قدم المشاركون في الاجتماع آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها مضاعفة حملات التعبئة لتسيير عملية إعادة توزيع الأراضي كما ينبغي، وتنفيذ قوانين إيجارات البيوت في أوانها. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كريستوس عن الشروع في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في مدينتي عرزة وميدمة وضواحيها، وبدء الطاقة الكهربائية باستغلال مولدات طاقة جديدة في مدن عد قيح وميمنة وتسرونا، مناشدا بضرورة استمرار التعاون والتكاتف في المهام المنفذة. قيم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة تنفيذ برامج هذا العام، وأوضح للشعب البرامج الموضوعة لعام 2018. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزاني أدوناي في الاجتماع الذي عقد بمدينة بارونتو يوم 14 من ديسمبر شرحا حول الأنشطة السياسية والتنظيمية المنفذة في أوساط الشعب وعمال الخدمة المدنية ونتائجها. وقال أن أعمال النفير الشعبي تسهم بدور كبير في الدفع ببرامج التنمية، وسيتم توسعتها في العام المقبل. وأشار إلى تقديم دورات الكادر ل 274 من أعضاء الجبهة والبحث مع الجهات المختصة لحل شكاوى المواطنين. وأوضح المشاركون في الاجتماع شح أمطار خريف هذا العام، مناشدين الجهات المعنية للعام مناشدي أوساط النفير الشعبي تسهم بدور كبير في الدفع التعليمية المنتظمة، وتقوية الأعمال التنظيمية وإعداد وتنقيح وثائق الأعضاء، وتقوية تنظيم وانتشار الاتحادات الوطنية ونتائجها. ذار أكثر من 2000 طالب من 6 مدارس ثانوية بالإقليم الأوسط لمواقع التنمية في 16 من ديسمبر في زيارة نظمها مكتب التعليم في الإقليم. وتفقد الطلاب سدي مزلام وطغرة في الإقليم الجنوبي، وقدم لهم شرحا حول أوضاع عملية البناء والتنمية الزراعية الجارية في المنطقة. وأعرب الطلاب عن إعجابهم بالأعمال التنموية المنفذة بأقرانهم الشباب، مؤكدين الاستعداد للتفوق التعليمي والمشاركة الفاعلة في الأعمال التنموية. وأوضح المعلمون بأن الزيارة كانت ذات أهمية كبيرة لكون الطلاب لم يسبق لهم أن خرجوا من مدينتهم، داعين لتنظيم مثل هذه الزيارات. أكد سكان منطقة أيمن في مديرية الرعتة بأن الرعاية اللازمة التي يقومون بها لمشروع المياه المشيد في منطقتهم أدى إلى لعب دور إيجابي في حياتهم اليومية. وذكر السكان بأنهم كانوا يترحلون مسافة طويلة بحثا عن المياه لأنفسهم وماشيتهم في السابق، موضحين عن انتهاء المشكلة في الوقت الحالي بفضل المشروع في أوساط الشعب لتنظيم مثل هذه الزيارات.
التعبئة بوعي وتنظيم الشباب في إقليم شمال البحر الأحمر. وقدم مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الشاب إدريس عثمان توضيحا حول بطولات الشباب الإريتري في النضال من أجل التحرير والدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدين على الدور الكبير للشباب العامل في إنجاح البرامج الوطنية. كما نظم لقاء مماثلا مع طلاب كلية معهد إريتريا للتقانة بما نفحي قدمت فيه مسؤولة الاتحاد في إقليم ساوا ومؤسسة التعليم العالي الشابة منصورة إسماعيل توضيحا مفصلا حول التنظيم المرتكز على الوعي سابق شباب وتحيات الفريق العامل.